يا أهلين، يا صباح الخير أو مساء الخير بأي وقت تمدوا تشوفوني هسه. أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم بهذا الفيديو راح أخذكم وياي للسوبر ماركت حتى نتسوق وأراويكم المشتريات، وبعدين راح نرسم ونلون. وبهذا الفيديو راح نحكي عن الصداقات والعلاقات التوكسيك، بين قوسين الصداقات التوكسيك، وأسولفكم عن تجربتي ويا هذا. وراح تشوفون بهذا الفيديو راح أخذكم ويا مقتطفات بالسوبر ماركت. أنا ما متعودة أصور بالسوبر ماركت واستحي، فأخذتها إنه سويت لكم بس لقطات، يعني حتى شو اسمه حتى أوريكم، لأن ما أعرف أصور، لأن استحي أصور من أطلع برا، فوريتكم بس لقطات. وأتمنى تستمتعون بهذا الفيديو. وراح أوريكم شلون أرسم. اختاريت 4 رسمات تذكرني بالبيست فريند مالتي، راح أوريكم شلون ترسموهن وشلون تلونوهن. وأثناء هذين الفقرات راح نرسم، أقصد يعني راح نسولف وأقول لكم شلون تلونون بألوان الأكريليك ماركر وش اسمه. وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة، اكتبوا لي كومنت لطيف حتى يشجعني أسوي فيديوهات. وهنا أنا كملنا وجينا حاسبنا طلعنا من السوبر ماركت، وصورت لكم لقطات حتى تشوفوها. وقولوا لي إذا تحبون الفيديوهات الطويلة أو تحبون الفيديوهات القصيرة، وقولوا لي تحبون السوالف وشنو الفيديوهات تردوني أنشرها وبس. وبعدلها صورتكم، أخذت لقطات من رجعنا، كان وقت غروب الشمس وكان الأجواء كلش حلوة. وبعدها هاي وهسه بلشنا بالفقرة اللي أراويكم بيها المشترك وأعلمكم شلون طريقة الكيكة. جبت هذا بسكت كريم شانتيه نوتيلا و3 قمر وكريم كراميل وحليب مكثف محلى وجبن مثلثات. وهاي علشان أسوي طحينية وأسوي لبن بالليمون. وهذا قلت يلا على المشتريات، بس أكو مشتريات ثانية، بس مشتريات الكيكة الباردة راح أسويها وياكم. اليوم راح أعلمكم طريقة الحلا البارد اللي راح تدمنونها وراح تحبونها وما راح تفكرون تسوون إلا هاي الطريقة، كلش طيبة. أول شي راح أجيب كريم شانتيه، حطينا حليب وراح نضيف 300 مل من الماء. خبطنا الحليب ويا الماء، راح نضيف الكريمة، بعدها نخلي الكريم كراميل، بعدها نخلي القمر. هاي خلصنا منها الخلطة، خلصنا من الخطوة الأولى وهاي شكلها هيجية. الخطوة الثانية عبارة عن حليب وماي وقهوة سريعة الذوبان. وهنا أنا بلشت أحطن القهوة وأحط الحليب وأحطن هذا الحليب السائل، ونبحط عليهم ماي ونخبط نخبط 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 لحد ما يصيرون سائلين حتى نغمس بيها البسكوت. عملنا الخطوة الثانية، صارت جاهزة. الخطوة الثالثة نجيب بايركس وسباتولا وراح نغمس البسكت بالحليب، نوب نحط فوقه طبقة كريمة. طبقة من البسكت. وبهيج كملت الطبقات. أروح أكمل الباقي. بعد ما كملت عبيت هاي الحافظ سويتها وحتى أرسلها لشخص. وهذه راح أسويها حتى أسويها للتقديم. الحليب الباقي من عنده راح نحط نوتيلا وراح نحط عليه قمر وراح نخبطه ونحطهم فوق هاي. وهاي الخطوة النهائية نجي نصبها على البسكوت. بسم الله. وهيجي كملناها، وراح أخذها وأحطها بالفريز وتنوك الباردة وجربوها ما راح تخسرون. وهنا بلشنا بالفقرة المفضلة عندي اللي هي فقرة الرسم والسوالف. أهم شي رجعت لكم بفقرة الرسم. اليوم راح أرسم رسمات تذكرني بالبيست فريند حقي على قولتهم. وأنا بلشت بسكتشين جربت أرسمهم، فقلت أشوف نفسي أعرف أضبطهم لو لا،
فبلشت بيهم والحمد لله ضبطوا، بس ما كملتهم، قلت خلي أصور لكم إياها. نبلش نحط هاي شنو ما تتحرك الورقة، وبلشت أرسم الحليب أبو الكاكاو وتشارلي من الدببة الثلاث إذا تتذكروني، وراح أرسم هنا وهنا، بس حكمل هذا السكتش وياكم وتالي نلونهم بألوان أكريليك ماركر. وهسه بلشت بفقرة الرسم. أول شي راح أرسم قطبي من الدببة ثلاثة وتشارلي. ليش رسمته؟ لأن يذكرني بالبيست فريند، لأن هي كلش طويلة كلش ضعيفة، فحبيت أرسم شي يذكرني بيها دائما. وراح أحكي لكم عن العلاقات السابقة مع صداقاتي السابقة، اللي كانت توكسيك. ليش توكسيك؟ راح أقول لكم كل علامة إذا شفتوها صديقتكم راح أقولكم بيها، راح أقولكم على العلامات وأقولكم شنو كانت بيها هي، يعني أحكي لكم فد موقف أو قصة بيها. أوكي. هي ماكو علامة محددة تثبت إنه هذا الصديق إنه هو توكسيك، لا أكو علامات، إذا أكثر من علامة طبقت بالشخص ويكررها دائما فأنتوا حاولوا تبتعدون عنه، لأن أصدق عبارة هي بحياتي ولحد الآن أظل ببالي إنه الصاحب ساحب، هاي أصدق شي، وخلوها ببالكم لا تنسوها أبدا. يعني إذا كانت صديقتكم دائما طاقتها سلبية ودائما تتشكى دائما تشوف أي شيء تشوف الجزء السلبي منه وما تشوف الجزء الإيجابي منه، هذا أكثر شيء أكرهه أنا وما أحب أبدا ما أطيقه. وهنا أنا بعد ما كملت الرسمات اضطريت أطلع، فصورت لكم مقتطفات من الطلعة، إنه رحنا جبنا عشاء وجينا، لأن المامي مسافرة وأنا مالي خلق أسوي عشاء، فرحنا جبنا بيتزا وجينا نتعشى. وراح أكمل لكم السالفة هسه. 700 اوكي، هذول 3 درجات، هذه الدرجة واحد، هذه الدرجة، هاي الدرجتين، أخلي عليها 619. هذه كل الدرجات شبه درجات اللون البني فوكس، وجاي ألون من كيفي، لأن من خلال خبرتي القليلة جدا، لأن ماكو ريفرنس، وصراحة ما دورت على ريفرنس أو توتوريالز التلوين، فقلت عادي نهبط، ليش لا، احنا جايين نستمتع، مو صح؟ بلشت ألون بالحليب أو الكاكاو. ليش الحليب أو الكاكاو رسمته؟ لأن قلت لكم كل رسمة راح أرسمها أقول لكم ليش رسمتها. الحليب أو الكاكاو ذكرني بصديقتي، لأن صديقتي سمراء وأنا بيضاء، فدائما تقول لي احنا حليب أو الكاكاو، احنا حليب أو الكاكاو، فأحبه، فدائما يذكرني بيها. وش اسمه، وهنا نرجع ليش تركت صديقتي القديمة. كانت إنه قلت لكم أكو علامات. العلامة الأولى شنية؟ من تقعدون وياهم دائما تحاولون تبررون شنو تحجون، يعني دائما ياخذون كلامكم يفسرون على مزاجهم، يفسرون على كيفهم، تضطرون تبررون. هذا الشيء مكروه ومو حلو صراحة. يعني ويعني دائما أحتاج أبرر. ليش أبرر؟ أنا ما مجبورة أبرر، فتعب، هذا تعب نفسي، ودائما تكره أو مو تكرهون أو تحسون بتعب إنه قاعدين وياهم. والنقطة الثانية إنه دائما يقللون من إنجازاتكم ويستهزئون بأحلامكم، يعني من تحلمون يستصغرون كل شيء، ما يطفون طموحكم، حرفيا يطفون طموحكم، يعني سلبيين إلى درجة إلى أبعد حدود، إذا شفتوهم ركضوا. والنقطة الثالثة يغارون من إنجازاتكم، يغارون منكم إذا نجحتوا، ما يحبون يشوفوكم ناجحين. أتذكر مرة من مرات بالمدرسة كنت من أجيب علامات عالية صديقتي حسها تنقهر، يعني أوكي أنا درست يعني هي ما تدرس نفس المستوى اللي أدرس بيه، فذاك أجيب علامات ناصية، أنا لا، هي تشوف ليش تموت.
أنا مو شاطرة ودائما أطمح إني أجيب علامات عالية وأدرس عدل. مثل مرات يعني الواحد إذا ما درس المادة مضبوط وبيرفكت يحس نفسه إنه ما درس، فمن تسألني درست أقولها لا ما درست عدل. ليش ما درست عدل؟ لأن أنا ما بالي إنه ما درست لهذا المستوى اللي يخليني أجيب درجة عالية، فهي حسبالها شنو أنا ما قارئة ولا فاتحة الكتاب. فمن أجيب علامات عالية تقولي ها أنتي مو تقولي لي أنا ما دارسة، شلون جبتي هيجي، شلون نجحتي هيجي؟ والضوج أذكر مرة حتى ظلت تبكي، ليش تكذبين علي هيجي؟ النقطة الرابعة إنه دائما ما يتذكروكم ولا هاي بس بوقت المصلحة، وقت مصلحتهم، وقت أعياد ميلادهم، وقت مناسباتهم يجولكم ويذكروكم بأعياد عيد ميلادهم حتى تشتروا لهم هدية، ومن تشتروا الهدية ومن تعطونهم ينسوكم، وإذا إجا عيد ميلادكم أنتم ما يجيبوا لكم شي. هذا أكبر ريد فلاج بالحياة. وغير السلبية، الناس السلبيين اللي يشوفون دائما الشيء السلبي بس، يعني ما ينظرون الجانب الممتلئ من الكأس، لا ينتظرون، أقصد يناظرون الجزء فقط الفارغ من الكأس. فشنو؟ فكل شي بيه خير ما يشوفونه بيه خير، حتى لو شر يشوفونه شر، والخير يشوفونه شر، ويقعدون ينتقدون جميع الظروف وجميع الأحوال. هذول أكبر ناس سلمية بالحياة. أنا كان صديقاتي كل بيهن هذه الصفات صراحة، وما أدري شلون كنت باقية وياهم، بس الحمد لله عفتن شوي شوي. أقولكم شلون عفتن. انتقلت لغير مدرسة، عفتن. الثانية قللت كلامي وياها بحيث ظلت تدزلي ريلزات أنا ما أدزلها ولا ريلز، وبس أتفاعل ويا الريلزات، بحيث حسستها إنه هي غير مرغوب فيها، وبعدنا ظلت تدزلي، أعتقد انقطعت علاقتنا يعني شبه مقطوعة. بس هذيك ثانية انتقلت المكان ثاني، غيرت شريحتي، غيرت حساباتي، وما شو اسمه، لأن أغلب سوالفها عن الناس، يعني تسولف عن الناس أكثر ما تسولف عن نفسها، وتدخل روحها بأشياء ما يخصها، وهذا الشي مو حلو صراحة. يعني واحد لازم يركز على نفسه، يركز على أهدافه، يركز على طموحاته، يحاول ينجح، يحاول يغير من نفسه، مو يركز بس على السلبيات ودائما يتشكى. صحيح الإنسان مرات يمر بظروف ولازم أكو إنسان ثاني يسمعه وطب عليه وفضفض له، بس مو دائما، مو كل شي سلبية. وإذا اجيتوا أنتم تردون تشكولهم ما حد يسمع لكم، يعطوكم الإذن الطرش على قولتهم، وما حد يسمعكم، ويظلون يباعون بالسما، يباعون بالقاع، يباعون على الحيطان، ومن تقولهم إيه سمعت ما يسمعون أصلا، يعني يردون حديث بس إلهم، ما يردون شي إلك. وهذا الشي كمان ريد فلاج، اهربوا. والصاحب ساحب. وهاي صديقتي البيست فريند جاي اسولف لكم عنها، وجاي ارسم رسمات عنها، وسويت لها الكيكة الباردة ودزيتها إلها. هي آخر وحدة باقية وياي، وكلش لطيفة وكلش ناجحة وطموحة، لذلك بقيت وياها، لأن أنا أشجعها وهي تشجعني، وواحد يساند الثاني، لذلك بقينا سوية، وكل شي أسولف له وهي كل شي تسولف لي، فقريبين، ونتشابه بهواي صفات، كلش هواي صفات نتشابه بيها، يعني بالمضمون مو بالخارج. الخارج لا، الخارج عكس بعض، بس المضمون نتشابه بيه هواي. النقطة ما أدري كم وصلنا لها، إنه هما ما يحترمون حدودكم، ودائما يطالون عليكم. مثلا شنو؟ مثلا أنا اللي صار وياي إنه يطلبن مني أسوي لهن التقارير والواجبات، والهاي هن المفروض يسوونها، يعني أنا أسوي مال شخصين ليش؟ وأنا يدوب ألحق أسوي الواجب مالتي، لا، وإذا ما سويتي لها تسأل وانتي مدري شنو، لا، وبفوقاتها يطلبون منكم تغششونهم، وإذا ما غششتوهم تنقلب القيامة، انتي مو خوش صديقة، وانتي ننننا وانتي نننا، وتزعل وتبدي الزعل، وهذا الشي كلش مكروه. وهسه دوركم، شني هي العلامة أو الريد فلاج اللي تشوفونها بالشخص يعني تبتعدون عنه أو تتجنبونه؟ واي بلشت أعلس بهذا الفيديو. anyway، نسيت أقول لكم، نسيت أشكركم على اللايكات، على تعليقاتكم الحلوة، على الاشتراكات والمشاهدات، كلش فرحتوني. حتى هسه أنا وصلت 61 مشترك، واللي تعجبت منه أكو ناس يتابعوني من الجزائر،
ومن السعودية ومن مصر ومن العراق. كلش فرحت بهذا الشي صراحة، كلش وما توقعت أصلا يتابعوني من هيج دول، وكلش حبيت. والأعمار بيناتهم يعني يتابعوني من أعمار 13 أعتقد لحد الثلاثينات هاي الأعمار. وشو اسمه، وكلش أنا أحب الجزائر وأتابع بنات جزائريات هم رسامات من الجزائر. هم يعني ينشرون فيديوهات رسم وفلوقات، وكلش اتعجبت إنه طبيعتهم كلش حلو. 6000 مرة قلت كلش. صراحة الطبيعة كلش حلوة، الأجواء حلوة، غيوم وزرع، ما توقعت هيج أجواء، يعني عبالك أجواء أوروبية. وهمين بعد أعتقد اسمها ما أدري شو اسمها، نسيت اسمها، رسامة على اليوتيوب، عندها صفحة على انستا من عمان، بنية عمانية، رسمها يخبل وفيديوهاتها تخبل، والأجواء تصورها والطبيعة تفتح النفس. صراحة ودي أروح للمغرب العربي من كثر ما شفته هيج حلوة. ودائما الفيديوهات البنات الجزائريات دايما يحجون بالفصحى، وكلش حلو حكيهم. يذكرني بفلان كرتون. وبعد تذكرت شغلة عن الأشخاص التوكسيك أو الشخص التوكسيك، إنه دائما ينقلل من طموحك. شلون ما أعطيتكم مثال، يعني مثلا أنا اللي صار وياي إنه مثلا أقولها يلا خلينا نسوي، يعني واحد يشجع الثاني أصدقاء، قلها يلا خلينا نسوي رياضة، خلينا ناكل أكل صحي. تقولي يا عمي شنو أكل صحي، شنو رياضة، إحنا أول تالي ميتين، على شنو نسمن، أقصد على شنو نضعف. إحنا الضعيفات اللي السمان محصلات رجل، والضعاف محصلات رجل. يعني هي كل تفكيرها بس إنه شلون تحصل رجال، شلون تتزوج. هذا الشي مو حلو أبدا. الحياة مو بس رجل، يعني تمحور حياتها على بس رجل وبس تتزوج. هذا الشي كلش مزعج وتافه صراحة. يعني أوكي الله خلقنا حتى نكبر ونتزوج وهاي، بس مو كل شي هو، يعني هذا الشي طبيعي إنه نشي بالحياة. يعني هو يجي طبيعي. شلون الدراسة إنه أنت نجحت، يعني تنجح توصل للصف اللي بعده، هو هذا الشي طبيعي. من تكبر راح تلقى الشخص المناسب حتى ترتبط بيه أو تتزوج. وبلشت هسه برسم فلونة. ما قلت لكم ليش يذكرني بفلونة؟ البيست فريند اللي وياي هسه إنه كانت عايشة بمزرعة، ويعني حياة المزرعة والزرع والدجاج والحيوانات، ودائما كانت تسولف لي عنها، وسوالفها كانت دائما تذكرني بفلونة. وهنا أنا أول مرة أرسم، يعني من تركت الرسم وجنت تركته قبل، هسه من رجعت أرسم بالألوان أكريليك ماركر، ومن نرسم أصور لكم باليوتيوب. فأول مرة أرسم يعني شخصية فلان كرتونية يعني تشبه البشر، وأول مرة ألون ألوان، يعني ألون بشرة بهاي الألوان. اللي تعلمته من هاي الألوان وصراحة بدون أي توتوريالز هنا أنا جاي ألون، يعني من أباوع للصورة الحقيقية وأحلل الألوان وبشوفهم. اللي تعلمته من فيديوهات اليوتيوبر اللي أشوفنهم إنه أول شي نباوع على أبعد لون أو أخف لون موجود، مو أخف يعني أبعد لون، أبعد شي موجود، اللون من البعيد للقريب. هسه أنا إيش سويت؟ لونت كل جزء بوحده. أخذت القبعة حللت ألوانها كم لون، التيشيرت، الفستان، الوجه، الشعر، حللته كم لون أقصد، وآخذه وأحطه. أنا علست هواي ما راح أحذف، ما بي أحذف، تحملوني. أوكي. فاللي تعلمته إنه ألون، اللي تعلمته مرة ثانية 6000 مرة قلت يلا ما يخالف، إنه أختار الكل قطعة، يعني الكل قطعة مثلا القبعة أختار لها 3 ألوان، اللون الأساسي ولونين أغمق منه ولون أفتح منه، بحيث الألوان الغامقة أنطيها للعمق، يعني حتسوي عمق، تسوي ظلال. واللون الفاتح يبرز شو اسمه، يبرز الرسمة، يعطيها كإضاءة حتى واقعية أكثر. بس هو مو واقع هذا الرسم اللي أنا أحبه، الرسم الفلان كرتوني، يصير كأنه ستيكرز، ما يصير كأنه طباعة أو كأنه رسم ديجيتال، لا،
كأنه مرسوم بالإيد. هو هذا الأسلوب كلش أحبه وما بيه دمج هواي، أبدا ما بيه دمج هواي. اي وقلتلكم كل درجة اللون الأساسي والألوان الغامقة الأغمق منه واللون الأفتح منه، اللون الأفتح منه للإضاءة والأغمق منه حتى أسوي ظلال حتى يعطينا شوي واقعية. ونسيت أقولكم إذا تعرفون أي واحد يسوي كورس عراقي أو من الوطن العربي، يعني يسوي كورس كامل إنه يعلم رسم جسم الإنسان، يعلم الوجه، الإيدين، الشعر، الحركات، يعني شلون طريقة لميس، إنه يعلمك الأساسيات وأنت من تتعلمها وتحفظها تالي تنطلق ترسم أي شخص قبالك. يعني كلش حابة أتعلم هيك شي. إذا تعرفون أي شخص تكتبوا لي اسمه أو تحطوا لي حسابه بالتعليقات، لأن كلش حابة أخذ كورس وأتعلم هيك رسم. وصراحة من كنت صغيرة أحب أرسم البورتريه، كنت أرسمه بس شنو يعني كنت مستصعبته يعني، بس يعني مو كلش بيرفكت بس كنت أرسم. بس كل الرسمات اللي رسمتها أخذتهم صديقاتي التوكسيك، أي ولا واحدة ظلت عندي. فحرامات، فما أقدر أراويكم رسماتي القديمة من كنت بالمدرسة. اي فاكتبوا لي قلت لكم إذا تعرفونه بكون سعر مناسب. وأريد الكورس يكون أونلاين لأن ما أقدر أنا أطلع بهالحر، لأن ما أتحمل الحر، أموت من الحر وأكره الحر وأحب الشتا. إيه فأريد كورس أونلاين. وهاي ثاني يوم رجعت لها حتى أكمل التلوين مال باقي الرسمات اللي رسمتين. وجبت هنا آيس تي حطيت بيه ثلج وقعدت أشرب، يعني أحسن من الكوفي وأحسن من المشروبات الثانية. أنا سويته بالبيت وكلش طيب. وهنا جاي أقولكم إنه إيدي ما بيها صبغة غضافير لأن مسحتهن حتى أصلي، وجيت ثاني يوم مالي خلق أصبغ لأن وراي همين صلاة ثانية. وهنا أنا راح أبلش لكم بتشارلي. قلت لكم ليش تشارلي رسمت لأن تذكرين بيست فريند لأن هي طويلة، ورسمت هاي الوضعية لأن البيست فريند كلش حنونة. فحبيت إنه يدل على صفتين بيه، الحنية وهي طويلة كمان. وقولوا لي إذا تحبون الفيديوهات يكون بي يعني منها الصوت وأنا جاي أرسم أسولف وياكم، لو تحبون أحط يعني voice over يعني الصوت فوق الفيديو، حتى يعني شنو تحبون أكثر. أنا هنا كنت أحكي بالفيديوهات بس كنت أحكي بصوت ناصي وصوت الهوا بالسبلت يطخ بالتليفون، فظل يطلع صوت مزعج، يعني الصوت أبد مو واضح. فقولوا لي إذا تحبون الصوت ويا الفيديو حتى أشتري مايك وأصور لكم، أو تحبونه هيجي عادي. هنا أنا من بلشت أرسم تشارلي والدب سويت غطيتهم كلهم باللون الرصاص الفاتح، وتالي بلشت أبني الدرجات، يعني أحط من الغامق كلش على الأغمق والأغمق وهيك شي. يعني خففت بالدرجات، بس أحلى شي طلع بيها بين هالرسمات إنه تشارلي، لأن هواي درجات من الرصاصة حطيت بيه، ونفس ما تشوفون يعني هيجي ظليت أبني بالدرجات. وهنا الفيديو سويته طويل، يعني ما قصقصته هواي، يعني خليتكم تشوفون شنو من درجات ألوان حطيتهم. تحبون هيجي لو تحبون الفيديو سريع وما أوضح كل الدرجات اللي جاي أستخدمها وشلون أبني الطبقات. هنا أنا جبت هاي الباكيت مال شمعة حتى أشوف عدل، لأن الإضاءة صارت كلش عالية فوقاي، والدفتر نايم على المكتب، يعني مسطح على المكتب، فجبت شي أرفعه حتى أشوف عدل وأنا أسوي وأنا أرسم لكم. وهنا مو سويت حبرته كله خضيته حيل وصار البيكمنتد كله عادي القلم، يعني قلم مال أكريليك. فشنو الملامح كلها انمسحت، فما أقدر أشوف أي شي من الملامح، صارت كلها طبقة واحدة. جيت حبرته حتى أشوف أعرف وين أحط الإضاءة، وين أحط أنا الظل. لذلك حبرته قبل ما يعني قبل شنو بعد ما لونته. إذا أحد بيكم وصل لهاي الدقيقة من الفيديو وبعده متابع،
خلي حاط له قلب رصاصي بالتعليقات حتى أعرف انتوا وصلتوا له، وما أدري إذا أحد راح يوصل لهنا من الفيديو أو راح يشوفه أو راح يحب هيج فيديوهات طويلة أو لأ، فأنا ما أدري أحس هاي الدقائق الأخيرة ما حد يشوفه فقعدت أسولف وياكم وهيجي. أنا حخلص من تشارلي وتالي حبلش بالاستكانة، استكانة راح أسرعها 1,000,000 حتى ما يصير الفيديو كلش طويل. نفس ما قلتلكم أول شي نحلل ألوان الرسمة، ننتبه شو بيها من ألوان، نستخرجهم ونبلش من اللون البعيد للون القريب علينا حتى نعطي أبعاد يعني للرسمة ما نخليها مسطحة وفلات، أوكي. أنا بلشت مسحتها نوبة حبرتها حتى أحدد عدل لأن حتى أحدد الرسمة عدل حتى أعرف وين أحط الألوان، وبأثناء يعني قبل لا ألون وبعد لا ألون أحبر لأن ما متعودة إنه الألوان كلش بيجمنتد وما أقدر أشوف بيها التفاصيل حتى أعرف وين أحط الضوء والضوء. وقولولي إذا استفاديتوا من الفيديو أو استمتعتوا بالفيديو وشجعوني حطولي قلوب بالتعليقات حتى أعرف إذا تحبون هيج فيديوهات أو لا، وبس. ومو تنسوا تحطون لايك، حطوا لايك يعني شجعوني. وصلت لآخر لمسات بالاستكانة، نوبة تالي أريد أضيفن خلفية للرسمات، الخلفية كلش تبرز الرسمة وتعطي جمالية للصفحة، وتالي أكتب عليها التاريخ. وباي وأشوفكم فيديو جديد وأتمنى تحبون الفيديو وبس. صحيح ما قلتلكم ليش رسمت الاستكانة، لأني بيست فريند 24 ساعة 6000 ساعة باليوم، شاي الصبح شاي العصر شاي بالليل شاي كل وقت شاي، تحبوا شاي خابصتنا بالشاي. وهنا أنا من الكواليس الهوسة، هاي جبتها حتى أحط عليها الستاند لأن هذا ظل يميل، فهاي جبتها وهاي وراء الكواليس.